في اللجنه 38 عن الشيخ حسنين الشورى. دخلنا اللجنه ما كانش غير فيه واحد جوه اللجنه، رئيس اللجنه بس اللي موجود. اللجنه فتحت الساعه 8:15. دخل الضابط رئيس المباحث قال لنا امشوا اطلعوا بره. طردنا وكان عايز يقفل اللجنه، فلما ما رضيناش نطلع طلع جاب لنا بلطجيه من بره ودخلوا علينا، وقعوا الصناديق في صندوق اتشبك فيهم وحطونا تحت رجلهم ونزلوا ضربوا فينا وسرقوا موبايلاتنا وفلوسنا وده اللي باقي من الشنطه بتاعتنا وضربونا بالاقلام على وشنا. ايه اللي حصل بقى بعد كده؟ اللي حصل بعد كده جه رئيس المباحث كان واقف ساعه ما كنا بنتضرب، جم ما رضوش يطلعوا قانون يغيروا فينا وقلعونا حجابنا ولحد ما ده اللي احنا وصلنا له. عامل ايه رئيس اللجنه؟ رئيس اللجنه ما عملش حاجه، كان قاعد زي ما هو. طب والظابط اللي دخل عامل ايه؟ الظابط اللي دخل ما استناه واقف وهو اللي كان جايبهم وهو داخل. ماشي. ودخل بعد كده بقى الظابط كان مصمم برضه يطلعنا بعد ما اتضربنا برضه واحنا ما رضيناش نطلع، يعني كاننا واقفين. دخل اللجنه الشيخ حسنين بعديها كانوش عايزين يدخلوه اللجنه، يقولوا له انت مش من حقك تخش اللجنه جوه، وكانوا عايزين يطلعوه البلطجيه اتلموا عليه. دخل اللجنه وقفلها. ايه؟ دخل اللجنه وقفلها. ودخل اللجنه الظابط وقفلها جامد بالظبط. قفلها هو بايديه. قفلها بايديه وقفل الشبابيك وقفل الباب علينا والناس نزلوا ضربوا فينا. قفل الباب علينا والناس نزلوا ضربوا فينا.